أهلا بكم في حلقة جديدة من تبسيط العلوم. أعتقد أن احنا مهما بنحاول نحافظ على نظافة الأشياء فكثيرا ما تنجح الطبيعة في إيجاد ثغرات للتطفل على حياتنا. في حلقتنا النهاردة هنتناول موضوع مهم جدا متعلق بكائنات صغيرة دقيقة بيطلق عليها الاسم الأجنبي ليها باللغة الإسبانية لوساكاروس، وباللغة العربية ترجمت إلى الأكاروسات. أيضا الاسم الإنجليزي لها هو مايتس. الحشرات دي موجودة ربما لا ترى بالعين المجردة، لكنها موجودة في التربة، موجودة في النبات، بتتطفل على الحيوانات والطيور، موجودة في البيوت، لها أنواع كثيرة هنتعرف عليها وعلى أضرارها وإزاي نقي أنفسنا من أخطارها. اسمحوا لي أرحب في البداية بضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور خالد عياد، أستاذ بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك. اهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني أعتقد الموضوع مهم جدا، وأعتقد أن عفاف راضي لما في يوم من الأيام غنت وحدي قاعدة في البيت وكانت بترثي حالها، اعتقد انها لما تشوف الحلقه دي هتعرف انها ما كانش عندها سبب قوي للرثاء على حالها. بس انا عايز يعني اعقب على حاجه حضرتك قلتها، ان لا ترى بالعين المجرده. لا، في انواع انا قلت كتير. غالبا لا ترى بالمنع. لا في انواع كتير قوي بترى بالعين المجرده، كتير جدا. وفي انواع محتاجه خبره شويه انك تشوفها بالعين المجرده، وفي انواع ما بتشافش خالص بالعين المجرده. واخد بال حضرتك؟ لو جينا اتكلمنا عن المايتس بصفه عامه هنلاقي ان هو حيوان ما هوش حشره. مش حشره. لا مش حشره. واسمح لي نفرق بين الحشره والحيوان. كيف انها حشره؟ كيف انه حيوان ويبيض؟ كيف انه حيوان ويبيض؟ هي فيها ناحيه تقسيميه. الحشره تقسيميه لها قانون الشعار. الحيوان ملوش قانون الشعار. انتنا الاكاروس ملوش قانون الشعار، ليه بيدي بالب، حاجه كده اسمها بيدي بالب، ليه وظيفه معينه يعني. الحشره جسمها مكون من 3 اجزاء: صدر، راس وصدر وبطن. الاكاروس قطعه واحده اللي هي السيفالوثوركس والابدومين والبروبودوسوما او البودوسوما. نفسر برضه يعني برنامجنا اسمه تبسيط العلوم. البودوسوما اللي هي الرجول الجسميه. بتقسم هم ليه 4 ازواج من الارجل. الحشره لها 3 ازواج من الارجل، يعني لها 6 ارجل. الحيوان له 4 ازواج من الارجل. البروبودوسوما عباره عن زوجين، والميتابودوسوما عباره اللي هو الرجل الخلفيه. البروبودوسوما دي الرجول الاماميه عباره عن زوجين 4، والميتابودوسوما الرجول الخلفيه زوجين، ادي 4. واخد بال حضرتك؟ فجسم الحيوان متكون من قطعه واحده. في الابيسوسوما اللي هي يعني ليها اجزاء. يعني خلي بلاش نتكلم يعني الناحيه التشريحيه دي ممكن تكون يعني ان هي المهم ان الحشره ليها صدر وبطن ورأس وصدر وبطن. الحيوان ليه حته واحده، جزء واحد. الحشره لها قانون الشعار، الحيوان ملوش قانون الشعار. الحشره لها 3 ازواج من الارجل، الحيوان له 4 ازواج من الارجل. فعشان كده بنعتبر المايتس حيوان. طبعا في طور اليرقه في المايتس له 3 ازواج من الارجل، ده اليرقه بتاعتها. انما لما بيبتدي ينسلخ وبيوصل لطور الادلت بيبقى له 4 ازواج من الارجل. ده الفرق بين الحيوان والحشره. احنا بنتكلم عنها بنوحي للمشاهد انها ضاره. هل هي ضاره في كل الاحوال ولا ممكن يكون لها فوائد؟ ما انا بقول لحضرتك المايتس او الاكاروس تجدوا في كل حاجه. تجدوا في الهواء، تجدوا في المياه، تجدوا في التراب، تجدوا في النبات، تجدوا في التربه. واخد بال حضرتك؟ تجدوا على ايدك، متطفل على ايدك. تجد منه النافع ومنه الضار. منه اللي بيسبب الجرب وبيسبب التهاب الرئوي وبيسبب مشاكل للانسان، امراض صحيه للانسان. ومنه اللي بيسبب مشاكل للنبات وبيتغذى على النبات وبيسبب لها مشاكل اقتصاديه. ومنه المفترس اللي بيفترس على الاكاروسات وحشرات اللي بتأذي النبات. وفي موجود في التربه النافع والضار. واخد بال حضرتك؟ موجود في التراب
اللي بيسموه اللي بيسبب النمونيا اللي هي التهابات الرئوي، دي عباره عن اكاروسات. فهي انهي نوع من الاكاروسات؟ في عندنا فايتوفاجس اللي هو اكاروسات ضاره بالنبات، دي فايتوفاجس. ودي انواع كتير جدا. في منها اللي ممكن يأذي النبات بشكل كبير. كله بيأذي النبات. الفايتوفاجس كله بيأذي يعني النبات، بحيث انه ممكن يقضي على المحاصيل، بيسبب مشاكل لا حصر لها. يعني عندك مثلا التترانيكاس والاريوفيدي، عائله من انواع الاكاروسات اسمها اريوفيدي او الحلم الدودي، بتعمل مشاكل وحاجه زي السرطانات كده في النبات، وبتدخل فطريات، وبتحصل يعني مشاكل كبيره ومشاكل اقتصاديه غير عاديه. وفي عندنا البريديتور اللي هي كارنيفورس، اكاروسات ما بتتغذاش غير على اكاروسات زيها او حشرات. فدي مفيده ان احنا بنربيها وبنطلقها عشان يحصل مكافحه بيولوجيه. نقدر نقول ايه علاقتها بالظبط بالمكافحه البيولوجيه؟ ما احنا عندنا مثلا البرزيميلس مثلا او الفيتوسيتي، الحاجات دي كلها بنربيها انها بريديتور. ان ديت مش فايتوفاجس، فايتوفاجس يعني بيمتص عصاره النبات، انما البريديتور ده ما بياكلش غير كائن حي. فاحنا بنربيه وبنطلقه مثلا يتغذى على اكاروسات تانية، فده مفيد. فده شغل مكافحه بيولوجيه مش محتاج مبيدات. تمام. الى اي مدى يعني يجب ان احنا بشكل عام نكون على وعي بهذه الكائنات الدقيقه، يعني المتناهيه في الصغر؟ بص حضرتك، هو طبعا انت مش مطالب انك تكون متخصص، انما مطالب تبقى عارف يعني ايه اكاروسات، عارف انها موجوده في اي حته، عارف ان مثلا التراب دوت موجود كائنات دقيقه حيوانيه. انا مش عايز اقول كائنات دقيقه، لان كائنات دقيقه دي منها الفطر والبكتيريا وما الى ذلك، يعني كلمه عام قوي. انما انا عايز اقول كائنات اكاروسيه تسبب التهابات رئوي. دي بتيجي منين؟ بتيجي من كتر التراب، بتيجي من الهواء، بتطير في الهواء، بتيجي في التراب. فاحنا لما ما نضفناش كتير، طبعا انا ممكن اشم تراب وما يجيليش التهاب رئوي. انما في انسان جسمي غير جسمك، قابليتك للمرض بتختلف من شخص لشخص. بعض الناس عندها الرجي، يعني بالظبط كده، حساسيه للتراب مثلا، فممكن يجيله التهاب رئوي، يجيله حساسيه، يجيله ازمه ربو من التراب. مع كتر الحشره دي ممكن تسبب ازمه وتسبب ربو، او تسبب مثلا اريتيشن في المجرات الهوائيه. فطبعا ده من التراب. وفي ناس تانية لا، بيبقى بتختلف من شخص لشخص، انما ده موجود في التراب. واخد بالك؟ في حاجات تانية بتسبب السكابس، الجرب. ومن حكم يعني من حكمة ربنا ان اكاروس الجرب ده سهل جدا. ان دلوقتي انا ممكن يجي عليا مثلا اكاروس جرب، انا مش بقى جربان ساعتها، لان مجرد ما بغسل ايدي بالميه مات الاكاروس. يعني بالاستحمام. انما طبعا الجرب ده بيجي منين؟ بيجي من انسان ما مش بيستحمى كتير، خلايا دهنيه، بيجي الاكاروس عليه، بياخد القشور، بيبتدي يعمل ممرات ويحط بيض، بيسبب الجرب ويتكاثر. فطبعا ده انسان ما تعالجش، او بتحصل من حاجه، عايزين ما نظلمش، ممكن يكون عنده مرض جلدي. عشان تعرف بس الجرب منين، ما تقولش مثلا الجرب ده راجل جربان مش بيستحمى. لا، هو ممكن يكون بيستحمى ونضيف كل حاجه، بس عنده مرض جلدي، ومرض الجلد هو اهمله، ما بيحطولوش كريمات ولا مطهرات. فبيجي اكاروس الجرب دوت بيتطفل على الافرازات البكتيريه اللي موجوده على جلده، ويبتدي ينتشر، يبقى عنده السكابس اللي هو الاكاروس بتاع الجرب. سكيبيز ده اللي هو الجرب، الاسم العلمي للجرب. ما طبعا عندك بقى ايه الاكاروسات المسببه للجرب دي، انواعها كتير. يعني مش نوع واحد، ليها انواع عديده يعني. واخد بال حضرتك؟ وممكن تسبب جرب للحيوان. يعني اللي بيسبب جرب الحيوان غير اللي بيسبب جرب للانسان، غير اللي بيسبب جرب للفراخ. بس ممكن تنتقل من الحيوان لا 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 لا, لا. ده نوع وده نوع. طيب احنا في عندنا، لو حضرتك تعلق لنا على هذه الصور او المشاهد. طبعا دي في منها طبعا اعتقد اللي ممكن يهم الناس كمان، اللي هو النوع او الانواع الموجوده في البيوت، اللي ممكن نلاقيها في السجاجيد، ممكن نلاقيها في التراب، ممكن تكون موجوده على فرش السرير نفسه
ممكن تكون موجودة في الملابس، على جسم الإنسان، يعني برضو كلمنا عنها وإزاي نحمي نفسنا منها بحيث إنها ما تسبب لناش أي أضرار. بالنسبه للاكروسات اللي موجوده في السراير والتراب، مهم. دي مع النظافه. مهم. اه مع النظافه المستمره اهي. يعني طبعا الموكيت على فكره من الحاجات اللي الناس بطلت تستعملها، إيه، لانه مش بيتنضف، ومهما تنضف الأرضيات مع الرطوبه. الخشبية أفضل مع طبعا اهو ده مثلا. حاجه اسمها طبعا ده تحت كليكوفيكس. المجهر أعتقد يعني. ده نوع من انواع المايتس، ده اللي بيسبب بنومونيا. مهم. ده بنيومونيا طبعا بيبقى موجود. دي طبعا دي حشرات، دي مالناش علاقه بيها. اللي هو انما ده الالتهاب الاكاروس. الرئوي. ده ستورج مايتس اللي هو اكروسات الحبوب المخزونه. مهم. وده بريديتوري مايت، ده مفترسات. مهم. وده تمام. مش مايتس خالص، مهم. او ده برضو مايت، ده من المفترسات. ده الهاوس داست مايت اللي انا بقول لك عليه، اللي هو المتعلق بقى بغبار المنزل. بالغبار المنزل اهو. مم. ده الداست مايتس. شوف بيورش ازاي. انما ما شاء الله ان هو لو خد حمام وبتاع خلاص الموضوع انتهى. انما طبعا ده مشكلته انه بيخش مع الهواء للرئه وبيسبب مشاكل غير عاديه. ده برضو نوع من المفترسات، حاجه كده زي التايدي. عائله اسمها تايدي، قريب منه يعني. دي مفترسات بيتغذى على اكاروسات تانية. طبعا الهايجين او العناية بالصحة العامة بشكل عام عامل رئيسي جدا في التخلص من هذه الحشرات. بتقللها مش بتخلص منها. بتقللها هي بالكم، لان ممكن تكون برضو يعني انت مش هتوصل للتعقيم العالي جدا جدا، انما بتقللها وبتقلل ضررها، انها ما بتوصلش لمرحله الضرر. انما زي ما بقول لك دي حاجه في الصحه العامه، انما في النباتات في موضوع تاني. في الجرب، في الفراخ، في الماشيه. كنت قرأت ان المايت الواحدة بتبيض يعني تقريبا 25 بيضة كل 3 اسابيع، اللي هي المايت اللي هي بتلد او بتبيض يعني. بص حضرتك، المايت بيختلف سلوكه وبيضه، بيختلف من عائله لعائله ومن نوع لنوع. يعني هو ممكن يحط كل يوم 3 بيضات. فتره حراره البيض دي بيقعد مثلا من 10 ايام حسب الشتاء او الصيف. لو صيف درجه حراره عاليه ممكن يقعدوا 3 ايام ويحصل هاتشنج. بعد كده بيدينا طور يرقي اول، وطور يرقي تاني، طور يرقي تالت، وبعد كده يدينا الفرد الكامل. برضه بيختلف من نوع الى نوع، بيختلف من نوع الى نوع حسب الانواع. فطبعا هو تكاثره كتير جدا، يعني بيحط كميه من البيض غير عاديه. وبعدين عندهم في حاجه اسمها البارسينوجينسيس، يعني هو مش محتاج ذكر او ان البيض ده يتلقح عشان يديني نسل. لا، الانثى ممكن تحط بيض ويفقس ويطلع، مش محتاجه الذكر خالص. فدي كارثه، ظاهره البارسينوجينسيس اللي هو التوالد البكري. ان الانثى ممكن تحط كميه بيض كتير جدا، يفقس ويطلع نسل يتزاوج. وهي دي الموضوع، يعني تزاوج او ما تتزوجش مش هي دي القضيه. انه يحصل اخصاب او غير اخصاب مش القضيه، لا، في الانثى لوحدها ممكن تحط بيض ويطلع ذريه، ودي مشكله المايتس. تمام. كمان يعني في بعض الناس حتى يعني طبعا احنا قلنا بيصيب الحيوانات، لكن كمان في بعض الناس بتربي حيوانات أليفة، بتربي طيور. ممكن تكون هذه الحيوانات حاملة لهذه المايتس، فبالتالي ممكن انها يعني تكون موجودة في البيوت كمان من خلال الحيوانات، من خلال طيور منزلية. والله هي بعض القطط وبعض الكلاب ممكن تنشر موضوع انما طبعا خاصة يمكن كمان في الأذن بيقال يعني. لا، هي ما بتجيش في الأذن، دي بتبقى حشرات. لا، دي بتبقى آفات تانية وبق وحاجات كده وقراض وحاجات كده. القراض حاجة والميت حاجة تاني. بس هما نوعين ليه بالظبط كده، بالظبط. نوعين هي للفاميلي الكبيرة بقى. بالظبط كده. يعني القراض لو جينا اتكلمنا على القراض، لا هنتكلم عليه حاجة تانية، والميتس موضوع تاني. يعني المايتس ليه شق تاني، والقراض ليه طبعا. القراض ليه انواع، قراض الكلب غير قراض الفراخ، غير قراض الحمام، غير قراض القطط والكلاب. وعلى فكره القراض لا يتطفل على الانسان، ومش ممكن ننقل القراض الكلب يروح لقراض الحمام. ده متخصص قوي، يعني متخصص قوي لعائل معين. انما هو ممكن يبقى حامل ميت، ممكن يكمل حامل ميت، انما مع النظافه والشامبوهات بتقضي على الميت. انما ما تقضيش على القراض. القراض عايز علاج. القراض اكتر عايز علاج،
انما الميت مع شويه شامبوهات ممكن يروح يعني. تمام، نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ونرجع لكم، ابقوا معنا. اوكي. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، وحديثنا في هذه الحلقة عن المايتس أو الأكاروسات كما يطلق عليها في اللغة العربية حاليا. الاسم مأخوذ من اللغة الإسبانية لوس أكاروس. يعني يمكن احنا اتكلمنا عن أنواع عديدة منها. هل يا ترى لكل نوع منها ممكن يعني يكون ليه مبيد معين خاص بيه لإبادته؟ لا، لحسن الحظ المود اوف اكشن معظمهم واحد. بمعنى هو طبعا اللي قلنا القراد الكلاب ما بيروحش لقراد الحمام، ده تخصص. انما طبعا في علاجات للحمام وعلاجات للكلاب. ممكن الكلب مثلا يبقى فيه 3 انواع متطفلين عليه، طريقتهم واحده. بس احنا في المنزل مثلا ممكن نستخدم احيانا مبيدات، يعني قد تكون ضاره، لكن لو الحاجه دي موجوده على جسم حيوان، جسم طير، جسم انسان، اكيد مش هنستخدم مبيدات على الاجسام. اللي بتاع الانسان اللي بيبقى موجود في الموكيت والحاجات دي جايه من الهواء، جايه مع تراب، ملوش علاقه بالحيوان. ممكن يتنقل عن القطه او الكلب، بتبقى كارير ليه مش اكتر. مجرد ما بتنفض جسمها بينزل على الموكيت، وبيلاقي في الموكيت وبيلاقوا كده طبعا مخبأ ورطوبه ويعني جو مناسب ليه جدا انه يتكاثر. يقال كمان ان خطورته بتتمثل ايضا في الفضلات اللي بيتركها. لا لا، المايت فضلاته مش يعني غير ضاره. لا غير ضاره، لم يثبت في نوع من انواع، او انا ما سمعتش ان فضلات المايتس ممكن تعمل باثوجين او تبقى مسبب مرضي. ما سمعتش وما اعتقدش يعني. كمان يعني اللي يخصنا اكتر، يعني او يخص معظم جمهور المشاهدين، هي اللي احنا اتكلمنا عنها، الانواع اللي هي ممكن تكون موجوده في البيت، موجوده في الفرش، موجوده في الملابس، موجوده يمكن في انواع منها بتكثر هي على نوع واحد الاسره. هي كيلوجليفاس، حاجه كده، نوع اسمه كيلوجليفاس من المهمه قوي. اللي هو الدست مايت. الدست مايت الدست مايت اللي هي الخاصه بالغبار. الكيلوجليفاس ده اللي بيسبب النمونيا، اللي بيسبب الالتهاب الرئوي. وده مشكلته مشكله ان بعض الناس بيبقى عندهم حساسيه، انما ما بيسببش راش، ما بيسببش هرش، واخد بال حضرتك، انما ممكن تستنشقه ويسبب النمونيا. طب ايه يا ترى البيئه الخصبه ليه للنمو بالنسبه للمايتس؟ الجو، الحراره الدافي ورطوبه. يعني حراره دافيه ورطوبه ده احسن مناسب ليه. يعني احنا تبص تلاقي مثلا اللايف سايكل بتاع دوره الحياه. دوره الحياه لو لقيناها مثلا في الصيف مثلا 20 يوم، هتلاقي في الشتاء مثلا 40 يوم. فطبعا كل ما كانت درجه الحراره مناسبه ورطوبه مناسبه، لا بينتشر انتشار غير عادي، وبيحط كميه بيض غير عاديه وكده. اذا مثلا ممكن جهاز التكييف يكون له اثر في التقليل منه في المنزل؟ بالعكس، جهاز التكييف ممكن لو ما بيتنضفش ينقل، لانه بيبقى فيه تراب. ينقل ميه. لكن درجه الحراره ما هتبقى درجه الحراره منخفضه، فممكن لا، جهاز التكييف لو ما اتنضفش بيبقى مضر، لانه بيبقى الفلتر نفسه فيه تراب، فبيدخل مع الهواء فما بنشوفوش. وبيخش طبعا، لو طبعا الاريتيشن والنظافه المستمره بتعمل جو. الاريتيشن اللي هي التهييج يعني بالظبط كده، انك دايما تنظف دايما تنظف دايما تنظف، فطبعا بتقلل اعداده وبتقضي عليه. اللي هو الكولوجليفاس اللي هو الدست مايتس، اللي هو يهم البيت. بتسالني دايما، انما طبعا في حاجات تانية
ضاره بالمزروعات. يعني الناس الفلاحين بيعاني من الاكروسات والاريوفيدي والتترانيك دي والحاجات دي كلها. طبعا الفلاحين بيعاني في المزروعات بتاعتهم من الاكروسات ديت. هو عالم لا حصر له. يعني بتوع الطب بيدرسوا اكروسات خاصه بالطب، بتوع زراعه بيخلصوا اكروسات خاصه بالزراعه، بتوع البحار عندهم اكروسات للمارين خاصه بالبحار، واخد بالك؟ بتوع التربه والجيولوجيا عندهم مثلا اكروسات عايشه في التربه بتعمل تهويه، منها الضار ومنها النافع. فهو يعني اه تمام. ده يعني تابعنا الفيلم ولا إيه؟ ممكن هنا صور موجودة. بالظبط اهي، ده انواع من اهي دي مثلا النوع الاصفر دوت، ده نوع في التربه. وفي طبعا حشرات يعني دي، وده قراد اللي هناك ده، واخد بال حضرتك؟ ويعني انواع كتير جدا جدا اهي، يعني كل دي انواع من الاكاروسات. تمام. وده قراد، ده قراد بتاع حشره الفراش اللي بيسموه البق. تمام. اه هل ممكن تكون خطورتها على الأطفال بس البق ده مش مثلا؟ اكاروس يعني. هل خطورتها على الأطفال ممكن تكون أكتر من يعني دي الشخص حشره، انا عايز اقول البالغ؟ ان دي حشره مش اكاروس. خطورتها على ايه؟ على الأطفال ممكن تكون أكتر من الشخص البالغ؟ طبعا. امال الشخص الطفل الصغير بيلعب دايما في التراب ويجي له التهاب رئوي منين؟ بيبقى طبعا وراثي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في حلقه عن الخلايا، استعداده الوراثي والمرضي. قدروا في ناس يتنبؤوا من خلال تحليل الخلايا، يتنبؤوا ان الشخص ده عرضه للاصابه بمرض معين ولا لا. يعني ممكن يجي له سكر مثلا في سن كام، يجي له ضغط في سن كام، يجي له سرطانات ولا ما يجيلوش، واخد بالك؟ فطبعا استعداد الشخص وهو صغير للحساسيه والربو ممكن طبعا، ممكن. تمام. بالنسبه للحشرات دي، او ما اعرفش بقى، انا مش مقتنع انها يعني حيوانات، مش قادر اتخيل حيوان يعني بيبيض، لكن ايا كانت. لا ما انت بص حضرتك، خلينا نتفق. اه تقسيميا لازم نفرق بين الحشره اللي ليها قرون الشعار والحيوان اللي ملوش. يعني مثلا الحشره اللي احنا شفناها دلوقتي ليها قرون الشعار، دي حيوان، دي حشره. دكتور خالد، يعني يا ترى ادراك العلماء في هذا المجال ب الانواع المختلفه للمايتس وخطورتها ساعدتهم على ان هم ياتوا بجديد فيما يتعلق بمكافحتها؟ طبعا في اتجاهات حديثه لمكافحه الاكاروسات. وطبعا ما نقدرش نقول مكافحه الاكاروسات، لا انت تقصد انهي نوع من الاكاروسات. لان كل اكاروس مثلا لو بيضر بالنبات ليه وقت معين، وبعدين كل اكاروس ليه نبات معين باوقات معينه، يعني ما نقدرش نحكم. وبعدين بيعيش فين في النبات، بيضر انهي نوع من اجزاء النبات وعائلاته. هل هو مثلا تترانيكيدي او هو اريوفيدي، انهي نوع وانهي عائله، يعني يندرج تحت انهي عائله وانهي نوع، وعايز تكافحه امتى بالظبط لانه ليه وقت. اكاروسات مثلا الجرب ليها موضوع، الاكاروسات اللي بتتطفل على الكلاب والقطط والحاجات دي طبعا ليها طبيه، ليها حاجه بيطريه، ليها موضوع مختلف. فما نقدرش نعمم مكافحه الاكاروسات. تمام. اذا يعني هم ممكن بيعيشوا في جو معين، في حضرتك قلت في الجو الدافئ. هل يا ترى اذا مثلا الشمس ممكن يكون لها تأثير على التخلص من الانواع الضارة منها؟ هل برضو درجة الحرارة الباردة شديدة البرود برضو ممكن تساعد على التخلص منها في حالة انها ضارة؟ ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا المايتس زي اي كائن في الدنيا طبعا بيتاثر بالعوامل الطبيعيه زي الشمس والرطوبه يعني وكده. في البيت مثلا تلاقي الأسرة ممكن أحيانا تفتح الشبابيك عشان تعرض المنزل للشمس. ده ممكن يعني يكون عامل من عوامل المساعدة في التخلص منها. يقلل. انما برضو الكائن الحي ربنا مديله وسائل دفاعيه، بمعنى انه ممكن يستخبى في اماكن ما بتطلعش الشمس، اماكن فيها رطوبه. فانا بقول لك انك دايما النهارده نظفت الحته دي، بكره بنظف الحته دي، بيحصل نظافة قلق. مستمرة. نظافه مستمره. انما هو ربنا مديله وسائل دفاعيه. وبعدين مفيش مكافحه في الدنيا بتقضي تماما. بتقضي تماما. القضاء التام على كائن خلقه ربنا ده بايد ربنا. انما احنا بنعمل ايه؟ بنعمل كنترول، سيطرة. بنتحكم في البيبيوليشن بتاعه.
مهم. عشان يوصل للعدد اللي يقدر انا وهو نتعايش مع بعض. مهم. طبعا انا ما اقدرش نقول ان اكاروس الجرب مثلا اقدر اعامله بهذا المنطق. مهم. لا، اكاروس الجرب انا مجرد ما احنا قلنا ربنا اداه اكاروس الجرب ده، لو جه على ايدي وانا استحميت او غسلت ايدي خلاص انتهى. ومع ذلك ممكن وانا ماشي في الشارع دلوقتي يصيبني حاجه زي كده اهرش. مهم. ممكن في سنه الهرش ديت انا بموته. وممكن اول ما اروح قبل ما يبتدي يحط بيبوليشن، لان طبعا انا ما عنديش جروح ما عنديش اي حاجه، ابتدي اغسل ايدي. انما لو انا عندي حساسيه في ايدي وايدي فيها جروح او فيها بكتيريا، لا ده في ساعتها هيخش ويستخبى ويبتدي يحط بيضه ويسبب لي مشكله. مهم. فطبعا كل شخص مختلف عن التاني. ممكن واحد مثلا يكون وشه دهني او ايده دهنيه وعنده جرح، لا بيحصل بهرش كتير، الدكتور بيديله بقى المطهرات، مجرد ما بيحط المطهرات خلاص انتهى. في واحد تاني بيهمل فبيجي له جرب. تمام. في واحد تاني مثلا معرض انه يجي له ازمه او ربه مختلف عن التاني، فطفل مجرد يقول لك ده جاله صدره، طب اخوه ما جالوش ليه؟ اخوه ما جالوش لانه اخوه اقل عرضه منه. مهم. فما تقدرش تقيسها. تمام. يعني الاصابه عامله زي الموت كده. مهم. فلان مات ليه؟ ده مات اصله جاله القلب، طب ده ما جالوش ليه؟ هي كده. تمام. هل يا ترى علاقة الأكاروسات بالعناكب زي علاقة القط بالفار؟ اني عناكب برضو، ما انت برضو اصل في عندك مثلا التترانيكا دي، ده اسمه العنكبوت الاحمر ذات مهم. البقعدين، اللي هو التترانيكا سيورتيكا، نوع من انواع الاكاروسات اسمه عنكبوت. مهم. ولكنه لا يغزي، احنا بنقول ليه عنكبوت لانه لا يعني اللي هي سبايدرز، يعني يقال ان في انواع من السبايدرز بتتطفى يعني بتاكل هذه ده تخصصي الدقيق. اه. انا بشتغل بيولوجيكال كنترول، وتخصصي الدقيق سالت في تخصص الدقيق قوي. انا مم. بربي سبايدر. اه. السبايدر اللي هي ده العناكب. اللي هي العناكب مفترس عام، مم. يعني تاكل اكاروسات وتاكل حشرات، مفترس عام. فطبعا السبايدر طبعا بتعمل توازن طبيعي غير عادي. اه. احنا لما بنيجي بقى نوظف السبايدر ديت، طبعا انت ما بتتكلمش بقى على السبايدر بتاع البيت، مهم. لان السبايدر بتاع البيت كبير، مهم. فمش هيشوف الكلاكولبريزس الصغير اللي انت ما بتشوفوش بتاع الفراش، مهم. مش هيشوفه. تمام. فاذا عشان ما بيشوفوش فمش قادر يتغذى عليه. في اي حاجة اضافية ممكن تحب تضيفها سريعا قبل ما نختم؟ هل قلنا كل حاجة مهمة؟ لا طبعا احنا ما غطيناش خالص مساله احنا اتكلمنا قصور. اها. يعني احنا كل اللي اتكلمناه ده هو قصور عن الماده. انما انا عايز اقول ان المايتس موجود في كل حته، موجود في الهواء، موجود في الميه، موجود على النبات، موجود في البيت، موجود في كل حته. تمام. وتخصصاته عديده. مهم. تخصصاته عديده، ما نقدرش النهارده نقول ان يعني اوضح لك طريقه واحده الست تستعملها او المزارع يستعملها. تمام. بشكرك في ختام الحلقة أستاذ دكتور خالد عياد، أستاذ بمركز البحوث الزراعية. سعدت بوجود حضرتك أنا معنا، أسعد شكرا يا فندم. جزيلا لك. الله يكرمك. يعني إذا مشاهدينا الكرام نقدر نلخص الموضوع ده في اللي اتكلمنا فيه عن هذه الكائنات الصغيرة الحجم اللي قد نراها بالعين المجردة وقد لا نراها. هي كائنات موجودة زي ما قلنا في كل مكان، لكن طبعا لها أضرار. لكن أهم شيء هي الهايجين، النظافة، نظافة الشخصية، نظافة المنزل، نظافة أي مكان بنتواجد فيه، عن طريق طبعا الغسيل المتكرر، غسيل الملابس، غسيل السجاجيد. قد يكون بعض الناس حاليا بتميل إلى تقليل الأنسجة في المنزل مثلا، ده أعتقد أنه بيساعد على التقليل من هذه الحشرات اللي ممكن تكون موجودة أحيانا في لعب الأطفال نفسها اللي هي مصنوعة من القماش. فناخد بالنا دايما ان احنا ننظف دايما بشكل مستمر ودؤوب الاماكن اللي بنتواجد فيها، ونحافظ على نظافتنا الشخصية حتى نتجنب اضرار هذه الكائنات. شكرا لكم، الى اللقاء.